اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا وعلى كل متتبعي قناة كويزين شهرة ديزاد. نرحب بكم كامل ونرحب أيضا بالمشتركين جدد اللي دخلوا عنا للقناة ونقول لكم رمضان كريم. اليوم بإذن الله تعالى راح نشارك معكم روتين خفيف. اليوم راح نحضروا مع بعض شوربة فريك على طريقتي الخاصة، وايضا جبت لكم طاجين القرنون باسهل طريقه، يجي بزاف بزاف بنين ويجي عسل، يجي ما شاء الله ما يحكمش اليد خلاص. طبعا طويله رمضان دائما نجتهدوا باش تكون متنوعه باطباق مختلفه. ان شاء الله الوصفات، زوج وصفات تاعنا اليوم يكونوا عجبوكم ونالوا اعجابكم. وطبعا بالاضافه للبوراك والسلطه كما تعرفوا الطاجين الحلو اللي كنت حضرته معكم من قبل. نتمنى ان شاء الله الوصفات تاعنا اليوم يعجبكم وينالوا اعجابكم. وقبل ما نبداو الفيديو تاعنا نتمنى ان شاء الله تخليونا جام الفيديو وتشاركوا الفيديو هذا مع الاهل والاصدقاء، هكذا باش تعمل فايده على الجميع والناس كامل تستفيد. بدون اطاله قولوا بسم الله وعلى بركه الله. نبداو في الوصفه. اول حاجه راح نحضروها هي الشوربه تاعنا. جبت هذه القدره هذه تاع الطين سبيسيال تاع رمضان. هنايا حطيت تاع طرف تاع اللحم، وزدت حطيت لهم 2 مغارف ولا 3 مغارف تاع زيت وملعقه صغيره تاع السمن ولا الزبده، وضفت عليهم كميه تاع البصل بعد ما كنت رحيته. هنا القدره تاعنا تطيب على نار قليله، يعني حنا نوجدوا الشوربه تاعنا بكري نحطوها على النار ونقصوا لها النار ونخليوها تطيب في غرفه. هنا حطيت حوالي نصف ملعقه صغيره تاع الثوم، وبالاضافه الى الملح اللي يبقى على حسب الطعم وعلى حسب الرغبه. نحرك المكونات طبعا ونقلي مليح في البدايه. اللحم تاعي نقليه مليح مع البصل والملح والثوم فقط، ومن بعد نرجع للقدره تاعي بعد ما تكون تقلات. ضفت هنايا راس الحانوت، الزنجبيل، هنايا عندي عكري ملعقه صغيره، وهنا حطيت على راس المغرف كميه تاع فلفل اسود، وهنايا نزيد فلفل احمر يكون حار، يعني مش حار بزاف. لا حبيتو ما تحبوش الحراره تقدروا تستغناو عليه. نصف ملعقه صغيره تاع الكركم، ونصف ملعقه صغيره تاع الكزبر مرحي، وعندي هنا شويه تاع الهريسه، وعندي هنايا طماطم تكون مرحيه ولا ديروا حبه تاع طماطم مسكرفجه، انا هذه نوجدها في الدار. ونضيفوا ملعقه كبيره تاع معجون الطماطم. هنا في البدايه راح نقلي اللحم تاعي، نقليه مليح مليح مع التوابل. وهنا نضيف له شويه تاع الماء باش تتقلى لي القدره تاعي مليح باش ما تتحرقش معانا. دائما تكون نار يعني ضعيفه. وهنا نغطي القدره تاعي ونخليها حتى تتقلى. تلاحظوها باللي تقلات لكم مليح. هنا ضفت هنايا الخضر. هنا درت حبه تاع بطاطا تكون صغيره، عندي حبه تاع جريوات ايضا صغيره قشرتها، وحبه تاع جزر. من بعد الخضره هذه راح نحيها ونرحيها، ونضيف هنايا كميه تاع الكزبر بهذا الشكل هذا، وراح نمرق القدره تاعي بالماء يكون سخون بهذا الشكل هذا، ونغطيو على القدره تاعنا ونخليوها تطيب. شوفوا هنايا راح نحرك فقط المكونات كما راكم تلاحظوا، ونخليها على نار تكون ضعيفه، نخليها تطيب في غرضها. هنا راني زدت كميه اخرى، يعني نتوما عينكم ميزانكم لحساب افراد العائله تاعكم، ونخليها تطيب في خاطرها. يعني الماكله كي تطيب على خاطرها راح تجيكم بنينه. هنا راح نغطيها كما راكم تلاحظوا. من بعد راح نزيد لها 2 ريقات تاع الرند. هنايا راني كنت نسيتهم، راني ضفتهم هنايا ونخليها بجهه. نروحوا نرجعوا للطاجين تاع القرنون تاعنا. جبت هنايا مرميطه حطيت فيها هكا طرف تاع اللحم، تحبوا دجاج ولا لحم واش متوفر عندكم. حطيت عليها ملعقه تاع مارغرين خاصه بالطبخ، وهنا حطيت حوالي 2 مغارف كبار تاع الزيت. هنا راح نقلي في البدايه، دائما نقليو اللحم تاعنا قبل ما نبداو نضيفوا له في التوابل. هنا نقليه شويه مع الزيت والزبده ولا المارغرين. هنا نحط نصف ملعقه صغيره تاع الملح، ما نكثروش هنا الملح لانه المرق تاعنا لازم يكون كميه قليله. ضفت عليها شويه تاع الكزبر وشويه تاع الكركم بهذا الشكل البنات. وهنايا طبعا حوالي نصف ملعقه صغيره تاع فلفل اسود، ونزيد نقلي اللحم مع التوابل اللي ضفتهم. وهنايا راح نزيد هكا حوالي نصف حبه تاع بصل تكون مرحيه ولا مسكرفجه.
وهنا نقلي كلش البنات، نغطيو المرميطه تاعنا ونخلي كلش يتقلى. قد ما تقلات المرميطه تاعكم قد ما تجيكم بنينه. هنا نغطيوها ونرجع ليها من بعد. لا بعد ما رجعت ليها لقيتها هكا تقلات لي كيما راكم تشاهدوا، نحركها هكذا شويه وراح نمرق بالماء يكون سخون بهذا الشكل. غير نغطيو هذاك اللحم صاي، ما نزيدوش بزاف الماء بهذا الشكل. هنا راح نخليوها حتى تبدا تغلي، يعني تغليها كحوالي 10 دقائق. من بعد راح نزيد الجلبانه تحبوا الكونجلي ولا اللي تتباع. هنا تقدروا ديروا جلبانه ولا ديروا الزيتون الاخضر. هنا ضفت كميه تاع جلبانه وراح نغطي عليها ونخليها تطيب على خاطرها بهذا الشكل البنات. هنا نرجعوا باش نوجدوا الحشوه تاع القرنون تاعنا. هنا واش عندي؟ هنايا عندي كميه تاع اللحم مفروم، حطيت عليهم بيضه كامله، عندي كركم، عندي الملح، زنجبيل، فلفل اسود وشويه تاع كزبر اخضر وشويه تاع كزبر مرحي. ورحيت انا اللحم هذاك رحيت معاه شويه تاع كزبر اخضر وضفت له ملعقه كبيره تاع خبز مرحي. نخلط كلش البنات، خلطوا مليح مليح باش ندخلوا ذيك المكونات مع بعضها بهذا الشكل هذا. تكونوا نتوما وجدتوا القرنون تاعكم. طبعا تشريو القرنون تنقيوه مليح، ما كانش اللي ما تعرفش تنقي القرنون تاعها. انا نقيته ونحطه في الكونجيلاتور. هنا طبعا نقيه مليح وندير له القارص، نحكلو مليح القارص بهذا الشكل هذا. ونجيب هذاك القرنون نحطوه في الخل والملح وشويه تاع القارص ونخليه مده، ومن بعد نشفه من الماء ونبدا نحشي به بهذيك الحشوه اللي حضرناها بهذا الشكل. البنات ديروا على حساب افراد العائله تاعكم بهذا الشكل هذا. ونحاول نضغط مليح مليح سيرتو على الاطراف، حاولوا تضغطوا مليح باش هذوك الحشوه تاعكم تبقى يعني في الحبه تاع القرنون بهذا الشكل. والكميه اللي تبقات لكم تاع اللحم المفروم ديرهم هكا كويرات صغيره بهذا الشكل هذا، ومن بعد راح ترميوهم في المرق تاعكم. راكم تلاحظوا يعني ما كانش ما اسهل من هذه الكميه اللي تحصلت عليها بهذا الشكل هذا. مباشره كي تلقاو اللحم تاعكم بدا يدخلوا الطياب بدا يطيب، راح تجيبوا هذاك القرنون وترميوه هنا في المرق بهذا الشكل هذا. وتزيدوا هذوك البولات تاع اللحم ثاني تزيدوا تحطوهم وتغطيوا عليهم وتنقصوا لون النار وتخليه يطيب في غرضه بهذا الشكل هذا البنات. هنا نخليو الطاجين تاعنا يطيب في غرضو كيما راكم تلاحظوا. وروحوا نوجدوا الفريك تاعنا. طبعا انا ندير حوالي فنجان تاع فريك، نغسلو مليح حوالي مرتين ولا 3 مرات، ومن بعد نحب ندوزنو باش تجيني الماكله بنينه. هنا نضيف له شويه تاع عكري، شويه تاع كزبر مرحي وشويه تاع راس الحانوت ماشي بزاف، ونحركو بهذا الشكل هذا نخلطو مليح مليح. ومن بعد كي تلقاو الشوربه تاعكم بدا يدخل طياب اللحم تاعكم راح تضيفوا هذيك الكميه تاع الفريك بهذا الشكل هذا. وفي نفس الوقت تنحيوا هذيك الخضره تاعكم اللي حطيناها زروديه والبطاطا والجريوات، تنحيوها ترحيوها في الميكسر، ترحيوها مليح وتنحيوا هذيك الكميه تاع الكزبر الاخضر اللي ضفناه في البدايه. وإلا لقيتوها ناقصه شويه تاع الماء راح نزيدوا لها شويه تاع ماء سخون. هنايا راني رحيت الخضره تاعي مليح مليح كما راكم تلاحظوا، وراح نضيفها مباشره على الشوربه تاعي. كي تضيفوا الفريك ضيفوا الخضرات تاعكم بهذا الشكل. بعد راح نغسل هذاك الطاس اللي رحيت فيه فقط ونحركها هكذا بهذه الطريقه هذه. من بعد هذيك الخضره راح تذوب كامل مع الشوربه تاعكم، راح تجيكم خاثره وتجيكم بنينه. نغطيها تزيد تغلي لنا شويه حتى يطيب لنا الفريك. من بعد نطفي عليها ونضيف هكا قرن تاع فلفل وشويه تاع دبشه ولا كزبر اخضر ونخليها وتكون الشوربه تاعنا كما راكم تلاحظوا واجده وحاضره جات ما شاء الله. من جهه اخرى وجدت البوريك تاعي انا حضرته بالبطاطا. بطاطا درت فيها شويه طون شويه تاع زيتون كزبر اخضر فرماج اللي كنت حضرته في الدار، وحشيت بها البطاطا عفوا البوراك تاعنا درته على شكل مثلثات بهذا الشكل هذا كما تقدروا ديروهم دي سيجار. وتقليو البوراك تاعكم عادي وتقطروه من الزيت وتكون الوصفه تاعكم حاضره واجده امامكم. وايضا من جهه اخرى حضرت سلطه عاديه، حضرت الماسيدوان وحضرت سلطه خضراء عادي شكلتها بهذا الشكل هذا هو الشكل تاع السلطه تاعنا. وتكون الاطباق تاعنا واجدين وحاضرين. هاي الشوربه تاعنا حبيت هكا قبل ما نحط لكم هكا كميه في صحن تشوفوها تجي ما شاء الله تجي حمراء
وتجي خاطره ما شاء الله البنات. بنا ما كانش ما اسهل من هذه الشوربه هذه، وتجي بنينه. الطريقه تاعنا احنا نحضروا الشوربه بهذه الطريقه هذه. كاين اللي ما يحضرهاش بالخضره، يدير فيها الحمص. انا ما درتش موالفه ندير، بصح المره هذه حبيت نديرها بلا حمص. وكان هذا هو الشكل تاع الشوربه تاعنا. ايضا الطاجين تاعنا تاع القرنون راه واجد امامكم، يجي بهذا الشكل هذا، جاء ما شاء الله بنا روعه. يعني هاد الاطباق توجديهم يعني في وقت قياسي، فقط وجدي كلش مع بعض، يعني دوزني شوربه تاعك في نفس الوقت، دوزني الطاجين دوزيام بلا تاعك، ويكون كلش في الاخير واجد وحاضر معك. هذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. طاجين القرنون جاء ولا أروع، شكل بنين، شكل جميل، وبنا ما كاش ما أبن منها، وسهل بزاف في التحضير. هذا هو الفيديو تاعنا اليوم البنات. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم ونال اعجابكم. ما تبخلوش على اختكم شهرة زاد باللايك للفيديو، وتشاركوه مع الاهل والاصدقاء، هكذا باش تعمل فايدة على الجميع. هذه مقتطفات صغيرة من طاولة الإفطار. الحمد لله على النعمة. وش نقول لكم، صحة فطوركم، صحة رمضانكم. نتلاقاو إن شاء الله في وصفة أخرى بإذن الله تعالى، وفي فيديوهات قادمة. كونوا فقط في الموعد. مبقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، تهلاو في صحتكم. إلى اللقاء.